فكرت قبل كده ازاي السما بالليل لونها اسود بالرغم من انها مليانة نجوم؟ سؤال غريب شوية، بس الإجابة عليه عادة بيكون يمكن عشان النجوم بعيدة إنما الشمس قريبة. انت مش عارف ولا ايه؟ أعتقد عشان نعرف الإجابة محتاجين نبص على السما مع بعض ونشوف النجوم ونسألهم كام سؤال كده. انت يا عم النجم، انت ليه صغير كده وليه ضوءك يعني مش قوي أوي؟ الحقيقة النجوم مش صغيرة، بس عينينا هي اللي بتشوفها كده، عشان كل ما الحاجة بتبعد عننا الجزء اللي بتشغله من عينينا بيبقى صغير، فبتبان لينا أصغر. والمبهر في الموضوع إن في نجوم حجمها أكبر ب100 ضعف حجم الشمس، وفي نجوم تانية ممكن نشوفها بعينينا صغيرة جدا، وهي في الحقيقة ممكن توصل ل700 مرة أكبر من الشمس. تخيل نفسك 700 مرة أكبر في الحجم. واو، إيه المخلوق الكبير ده؟ ماشي، يبقى المفروض إن نجم واحد أكبر من الشمس ب100 أو 200 مرة. أعتقد إنه كافي جدا يخلي الليل نهار. بس ليه السما بالليل لونها أسود لسه برضه؟ اللي أنا متوقعتوش إن المسافة البعيدة اللي خلتنا نشوف النجم صغير مش بس السبب الوحيد إن الليل لونه أسود رغم النجوم الكتير اللي فيه. ولو عن المسافة، محدش يقدر ينكر إنها مسافة كبيرة، وممكن من كتر ما هي كبيرة صعب جدا إن احنا نصدقها. يعني مثلا لو افترضنا إن المسافة بين مصر وأمريكا، لو ناوي تسافر يعني 10,000 كيلومتر، فالمسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر، يعني تقريبا 15,000 رحلة في اتجاه واحد. كتير صح؟ الغريب إن المسافة دي تعتبر مسافة صغيرة جدا بالنسبة لأقرب نجم لينا اللي مسافته حوالي 40 تريليون كيلومتر، اللي هو مش مليون ولا 2 ولا مليار ولا 2، 40 تريليون كيلومتر. واو. وبالرغم من بعد المسافة دي إلا إنها مش الجزء الوحيد اللي بيدينا الإجابة. حاجات تانية زي إن الكون ليه بداية وبيكبر وبيتمدد وعمره قديم جدا حوالي 14 مليار سنة، وده ببساطة بيخلي جزء من موجات الضوء بتاعة النجوم تتمدد هي كمان، وشكلها يتغير شوية وتتحول للأشعة تحت الحمراء اللي عينينا ما تقدرش تشوفها. ودي حاجة بيسموها الريد شيفت. وإن كمان في نجوم ضوءها لسه ما وصلناش أصلا. وصراحة صاحب التحليل ده راجل اسمه أولبرز، كان عايش في القرن 19، يعني لو مهتم ممكن تدور ورا شوية. إلا إنه بعد ما مات اكتشفوا فعلا إن في أشعة تحت الحمراء كتير موجودة لنجوم كتير حوالينا، وإحنا بمنتهى البساطة مش شايفينها. الحقيقة إن الموضوع السما ده مليان تفاصيل، وإحنا بس ركزنا على تفصيلة صغيرة واحدة، لكن ممكن نفهم منها إن لو حد شافنا صغيرين فمش عشان إحنا كده، لكن مجرد عينيه شايفانا من بعيد، وإننا لو مش منورين كفاية فده يمكن عشان نورنا بس مختلف شوية غير اللي الناس متعودة عليه. كل التحية للنجوم اللي بتكسر سواد الليل بنورها، واللي قادرة تخلي السما شكلها جميل دايما، وناس كتير لغاية النهاردة تعتمد عليها في اتجاهاتها وعمرها ما خذلت حد. ما تنساش تشترك في القناة، وخلينا نكتشف الحياة مع بعض. سلام.